صاحبنا المرشح نام بالليل على حرير وصبح الصبح نايم على الحصيرة. بكى فايز بالليل والصبح صبح خسران. فشو اللي صار وشو الخربطة اللي صارت؟ لما خلصوا فرز انتخابات بالليل، كل جماعة وكل بلد وكل قائمة أخذت الأرقام وحسبت شو إلها وشو عليها. عرفت قالت أنا فايزي ولا أنا مش فايزي، وطلعت اللي احتفل احتفل، اللي وزع حلو، اللي وصى مغني عشان يعمل حفلة، اللي جمع الجماهير العتيدة تيجي تحتفل معاه، وخلصوا وروحوا ناموا. ثاني يوم اجت لما نزلت القوائم الرسمية، يا انه بكى رئيس بلدية وبطل، يا انه بكى فائز وموزع الحلوات وصفى انه خاسر ليس فائز. هاي هو الاشكال اللي صار. زي ما حكينا على نظام سانت ليجو، انا عشان احسب لكل قائمة شو لازم تاخذ مقاعد، بداية لاتأكد هل هي بدها تحسم تاخذ مقعد ولا لا. فانا كانت نسبة الحسم السنة 5%، فكل القوائم وكل المرشحين حسبوا على هاي النسبة. في قوائم ما طلع لها نسبة مقعد أساسا، ما حسمت، ما حصلت على ولا مقعد، والقوائم الثانية مشت على هذا الأساس، وكانت الحسابات عند الجميع مضبوطة ليلا. ولكن لخلل حدث بلجنة الانتخابات لما دخلت الأرقام على ما يبدو على البرنامج عشان تلقائيا تطلع القوائم. البرامج حسبت الحسبة على النسب تاعت قبل 4 سنين 2022، أي أن النسب لم تعدل في البرامج ولم تؤكد حسب الفرز اللي على الأوراق. كانت القوائم بال 2022 تختلف حسب المحافظات، حسب المدينة، حسب القرية، تقريبا بين نسبة 8% ل 10%. فالكل حسبه صح على 5%، ولكن البرنامج الله يسامحه حسب على 8% على 10%، فكانت النتائج تختلف كليا عن عند كل قائمة. البلدات اللي كان فيها قائمتين ما حست لأنه نسبة الحسم تتجاوز. أما كل بلدة بكى فيها 3 قوائم 4 قوائم، كل ما زادت عدد القوائم كل ما كانت الخربطة أكثر. ولكن يعني مشكورين تم التعديل بنفس اليوم. بس في ناس فرحت وانكسرت فرحتها، في ناس زعلت وروحت بالليل، وثاني يوم ردت فرحت قالت يلا هاي انجبر خاطرنا، اجت ردت زعلت بعدين. فالغلط اللي صار بسيط، هو على الاوراق ما فيش اشي تغير، ولكن مفعوله بكى كثير وكثير صارت قصص وكثير صارت احداث، وفي مدارس عطلت عشان ما يصيرش احتكاك، في مغنيين التغت حفلاتهم، في احتفالات توقفت. وبظل موضوع الكوت النسائية لما زاد عددها السنة ل3 بدل 2،